الضحكة اللي كانت بتطلع من القلب، والنظرة اللي كانت كفيلة تخليك تضحك من غير ما يقول ولا كلمة. فؤاد خليل دكتور الأسنان اللي ساب عيادته وراح يزرع البسمة في قلوب الناس. من اسكندرية بدأ الحلم، ولما وقف على المسرح محدش قدر ينساه. النهاردة وفي جيجي ستايل هنحكي حكاية الفنان اللي ضحكنا سنين وغاب في صمت وساب وراه ضحكة مش ممكن تموت، الدكتور الفنان فؤاد خليل. تعالوا معايا نتعرف على قصة حياته. اتولد فناننا فؤاد محمد خليل في 1 نوفمبر 1940 في اسكندرية، وبدأ التمثيل من وهو صغير جدا. كان عنده 11 سنة، كون فرقة تمثيل مع محي إسماعيل وفضلوا يلفوا بيها على كل الأطفال وعلى كل الناس ويقلدوا فنانين ويعملوا حاجات. المهم ان هم كانوا يلموا فلوس وخلاص، وفعلا كانوا بيلموا فلوس بس قليلة جدا. وفؤاد خليل من عيلة متعلمة وبتحب التعليم جدا، ووالده كان دكتور إشاعة وكان حلمه ان ابنه يطلع دكتور، وفعلا حقق له حلمه وجاب مجموع كبير جدا في الثانوية العامة ودخل كلية طب الأسنان، واتخرج من كلية الطب سنة 1961. لكنه بيحكي عن نوادر حصلت له في كلية الطب كانت صعبة جدا، وخصوصا في البكالوريوس في آخر سنة وهو بيمتحن وبيعمل طقم اسنان لواحدة مريضة. وطبعا علشان ياخد لها المقاس بيحط حاجة شبه الحديدة كده علشان ياخد المقاس. لسه بيحط الحديدة لقى الست قفلت بقها وماتت. طبعا أساتذته وكل الناس اتخضت، لكن دي كانت ست كبيرة وكان عمرها ووقتها يوم ما هو لمس مجرد ما بس كان بيسلها طقم السنان بص لقى روحها طلعت، ودي كانت كفيلة انها كانت تعقده، لكن الأساتذة بتوعه فضلوا يهدوه. فؤاد خليل كان مقتنع ان هو حظه على طول وحش، وخصوصا ان هو قعد 30 سنة يشتغل في الطب وكان فاتح عيادة. وفي يوم وهو بيعمل عملية في اللثة جه للراجل اللي بيعمله نزيف، ويقول لك فجأة لقيت الممرضة اغمى عليها والنور كمان قطع، سبت المريض وجريت ورحت الحق المسرح، وكان فاضل على رفع الستارة تلت ساعة، ومن هنا قرر ان هو يسيب خالص الطب. ورغم انه عمل في الطب فترة طويلة جدا لكن قلبه كان ميال برضه للتمثيل. وفي 1968 اشتغل أول عمل مسرحي وهو سوق العصر، ومن هنا بدأت رحلته الحقيقية في الفن. وسمع ان جلال الشرقاوي بيدور على وجوه جديدة لمسرحيته راقصة قطاع عام اللي كانت مع سماح أنور ويحيى الفخراني، فقرر ان هو هيقدم، وفعلا راح وقدم وقابل جلال الشرقاوي. واول ما شافه قال له انت ما تعرفش انت بتتكلم مع مين؟ انا خالتي تبقى شادية. وفضل يسمع منه لكنه اقتنع ان هو موهوب ودمه خفيف، واخده فعلا في المسرحية. وعلى فكرة كان هو اللي بنجح المسرحية بطريقة جميلة وكوميدية جدا جدا. لو تشوفوا اللقطات اللي طلع فيها في راقصة قطاع عام هتعرفوا ان هو فعلا كان بيضحكنا ضحك من القلب. وبعد دوره في مسرحية راقصة قطاع عام لفت الانتباه إليه، وناس كتير عرفت من هو فؤاد خليل أبو دم خفيف، وعمل أدوار كتير لفتت الانتباه. ما كانش نجم شباك ولا حاجة، لكنه كان بيظهر في الدور يعلق الناس كلها بيه من أول ضحكة ومن أول بصة ومن أول كلمة يقولها. فمثلا عمل مع أحمد زكي فيلم البيضة والحجر وطلع بشخصية غريبة جدا، طاروطة اللصة طاروطة الكوافير اللي كان بيتكلم وكلامه كله مع الستات، تشوفوه وهو بيتكلم تقولوا ان هو مش راجل خالص، بس بصراحة كان عامل الدور لذيذ وكوميدي وجميل. وكمان مثل مع محمود عبد العزيز في فيلم الكيف، احبك يا ستموني مهما الناس لموني. يا على الفيلم ده، مظهرش في الفيلم كتير خالص، لكن الإفيه اللي كان بيقولوه محمود عبد العزيز أحبك يا ستموني مهما الناس لموني، وهو بقى بيألف له أغنية عن القفا. بصوا الفيلم ده كان جميل جدا، لو شفتوا فؤاد خليل فيه مش هتشبعوا ضحك. أما عن حياة فناننا الشخصية
فاتجوز الفنان فؤاد خليل مرة واحدة بس من حب عمره وزميلته في كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، وبدأت قصة حبهم أثناء الدراسة. لكن راح علشان يتقدم لوالدها ووالدها رفضه بجدارة أول مرة وقال له ما ينفعش، انت فن ايه اللي انت عايز تشتغل بيه وانت دكتور، وما وافقش خالص على الجواز. لكن بسبب حبهم أقنعوا أخيرا ويتجوزوا، وأنجب منها أحمد ومنة الله. وكانت الدكتورة عفاف يحيى شريكة حياته المخلصة على طول واقفة معاه، ما بتسيبوش حتى في لحظاته الأخيرة وفترة مرضه اللي قعد فيها فترة كبيرة على كرسي متحرك كانت ملازماه على طول. وفعلا الست الأصيلة ما بتبانش إلا وقت الشدة، ورغم إن هو اتعالج على نفقة الدولة في أواخر أيامه لأن كانت جلطة في المخ بتكلف كتير، لكنه توفاه الله في 9 إبريل 2012. ورغم إن هو رحل عن عالمنا لكنه ساب بصمات كتيرة جدا جدا في عالم الفن. كان من أهم أفلامه هنذكر منها صيع بحر، عايز حقي، حرامية في KG2، جاءنا البيان التالي مع محمد هنيدي وحنان ترك، والفيلم كان جميل ومكسر الدنيا، وفارس ظهر الخيل، وشورت وفانيلا وكاب، والأجندة الحمراء، وأبو خطوة، ونص دستة مجانين، والصاغة، واللومانجي، والولاكي، وتوت توت، وفتحية والمرسيدس. الفيلم ده بقى جميل جدا جدا جدا. أحمد بدير فيه كان عامل دور ست فتحية وهو خاطبها. يا لهوي، لو شوف الفيلم ده مش هتشبعوا ضحك بجد بجد. فيلم حرفيا بيموت من الضحك لو تشوفوه، بتاع أحمد بدير وعايدة رياض وفؤاد خليل. فيلم جميل جدا جدا، بنصحكم يعني ان انتوا تشوفوه علشان تشوفوا الفن الجميل اللي بيضحك من القلب. وعدد مسلسلاته كانت قليلة زي الذي أحبه، ليلة طويلة، إنه إنسان. أما بقى عن مسرحيات، عمل مسرحيات كتيرة جدا، مسرحية مع خالص تحياتي، ومسرحية أختم بالعشرة، ومسرحية افرض، ومسرحية دربكة همبكة مع ميمي جمال ومحمد نجم، كانت مسرحية مكسرة الدنيا برضو وجميلة جدا، ومسرحية يا أنا يا أنت، ومسرحية عيلة ما حصلتش مع محمد هنيدي. أما المسرحية اللي عجبتني جدا وكنت بحبها قوي وبستنى ان هو يطلع فيها، راقصة قطاع عام مع سماح أنور ويحيى الفخراني. الدور بتاعه يا جماعة كان ملوش حل، لو شفتوا المسرحية هتعجبكم جدا جدا. وكمان مسرحية العسكري الأخضر، بصراحة كل دور أداه سواء مسلسل أو مسرحية أو فيلم كان بيسيب بصمته وعلامته فيها، الله يرحمه. علشان كده دايما بقول فؤاد خليل ما كانش نجم شباك، لكنه كان نجم في قلوبنا، ساب العيادة علشان يعالج أرواحنا ويضحكنا من قلبنا. تحية من جيجي ستايل لروحك الطيبة يا دكتور الكوميديا، يلي مش هننساك أبدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وتقولوا لي في التعليقات ايه الشخصية اللي تحبوا ان انا اعملها لكم المرة الجاية، واقول لكم مع السلامة.